الإحاطة. انتقل إلى عمان، ينضم معنا البروفيسور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية. أهلا بك معنا سيد أحمد. أهلا بكم. أهلا أهلا بك بكم، صباح الخير أستاذ أحمد. يعني بداية وأنت يعني ترصد ما جرى في المغرب، فقط في مقارنة بين ما جرى في المغرب اليوم وبين الزلزال الذي شهدته مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا، هل نحن أمام صور مشابهة؟ بالنسبة للمشهد الآن، أولا لا بد من تقديم واجب العزاء، أسمى آيات العزاء إلى الشعب المغربي الشقيق بهذا العدد الكبير من الضحايا التي أدى إليها الزلزال، وأيضا الجرحى. وأتمنى أن يكون هذا العدد هو النهائي، الحصيلة النهائية، بالرغم من أن هنالك إشارات لعدد أكبر. بالنسبة لهذه المشاهد، طبعا الوضع التكتوني يختلف تماما، بالرغم أن نتائج الزلزال دائما حسب الكثافة السكانية وحسب قوة الزلزال. نحن أمام زلزال أقل قوة تقريبا 8/10، كان زلزال الأناضول 7.8. نحن الآن أمام 7 حسب معظم المراصد، وخصوصا المراصد المحلية في المغرب التي سجلت هذا الزلزال. طبعا الآن الوضع التكتوني يختلف، لأن هنالك اصطدام بين الصفيحة الأوراسية والأفريقية هنا. أما في الأناضول كان الاصطدام بين الصفيحة الأوراسية والأسيوية. هنا في هذه المنطقة التقاء حقيقة أيضا صفيحة المحيط الأطلسي، وهنالك أيضا فوالق كثيرة جدا في جبال الأطلس الموجودة في المغرب، وتمتد إلى الجزائر وتونس وحتى البحر المتوسط. تكتونيا هذه المنطقة نشيطة، ولكن لم تشهد منذ عام 1900 ولغاية اليوم زلزال بهذا الحجم. لم يصل إلى هذه القوة 7 درجات على مقياس ريختر أو 7 ميجا وات. الآن ما نشاهده من مناظر تتكرر. نعم، نشاهد انهدام في المباني، نشاهد قتلى أو ضحايا، نشاهد أيضا دمار في الآليات والمركبات، دمار في البنية التحتية، انقطاع في الكهرباء، انقطاع في النت، وأيضا في كثير من الأمور التي تتبع الزلازل. ونخشى من الحرائق. أتمنى أن تكون إدارة الأزمة شاملة حتى لا يحدث حرائق بسبب الغاز أو الكهرباء. الآن تكتونيا بالفعل هنالك فوالق في جنوب غرب مراكش، وهنالك صدوع، وهذا صدع من الصدوع العكسية أو صدوع الريفيرس فولت التي تسبب حركة شديدة جدا. أدت هذه الحركة إلى إيجاد زلزال بعمق كانت بؤرته بعمق 10 كيلومتر كما سجلت المراصد. والقوة كما تكلمنا عنها. وبالنسبة لي الخوف من زلزال أكبر، ربما إذا جاز لي أن أستبق، إذا كان هنالك سؤال عن التنبؤ، أتوقع أنه حصل زلزال لاحق بقوة 4.9، وهذا يؤكد أن الجهد والطاقة المخزنة في الصفائح أو على الصدع قد تخزنت أو انطلقت عفوا وتحررت، وبالتالي ليس هنالك خوف من زلزال أكبر. لا يمكن أن نتنبأ بزلزال أكبر مطلقا، ولكن يمكن نسبيا أن نقول أنه لن يحدث. هناك تحذيرات